بعد هزيمة النادي الأهلي من المصرية للاتصالات في كأس مصر 2-1. اوعى حد يطلع يقول لي ده في 10 لعيبة بيلعبوا في المنتخب مش موجودين. اوعى تقول لي كده. أي نادي في الدنيا يا حبيب قلبي عنده فريق أساسي وفريق احتياطي، كلنا عارفين كده. الأساسي موجود والاحتياطي مركون على الدكة. لما يجي دورك تلعب زي الأساسي بالظبط. ودورهم النهارده كنا نشوف اداء اجمل من كده. احنا شفنا اداء مش هقول لك مغزي ولكن مش جميل واداء سيء. وطاهر محمد طاهر انطرد. يعني انت كنت بتبقى حلو في حالات ووحش. يعني اداء المباراه سيء جدا. والهدف والهدف الثاني اللي دخل في النادي الاهلي من وجهة نظري ده يعني اهمال شديد من مدافعي النادي الاهلي. اهمال شديد شديد. والهدف دخل في وقت قاتل فين؟ في نهاية الشوط الثاني من الاشواط الاضافية. يعني مش نهاية الشوط الثاني في المباراة، لا ده من الاشواط الاضافية. يعني خلاص بيلعبوا بتاع 5 دقايق والحكم هيصفر. كل سنة وانت طيب. النهارده اهمال شديد من اللعيبة. وطبعا عمر كمال جاب هدف واكتفوا على كده. الفريق المصرية للاتصالات ضاغط وبقوة لدرجة جاب الهدف الثاني. ما هو هدفين، يعني في لعب، يعني في أداء، وغير الأهداف يعني الفرص اللي ضاعت من فريق المصرية للاتصالات. أما أنا من وجهة نظري الأهلي بيلعب بس بدون روح، أو اللعيبة أداها. يعني أنا حاسس إن الواحد بيتفرج ببطء كده، في بطء في اداء اللعيبه، مش في اماكنهم. مش فاهم. انا بحاول افهم مش فاهم. واحد هيطلع تاني يقول لي يا حبيبي اصل ده مش الفريق الاساسي، احنا عندنا 10 لعيبه. هم 10 فعلا، 10 لعيبه، حوالي 7 أو 8 في منتخبنا الوطني و2 بيلعبوا في منتخباتهم التانيين زي اليو ديانج. مش عارف التاني ده اسمه ايه. يا حبيبي ماشي والله انا ما قلتلكش حاجه وانا معاك، ولكن الفريق الاحتياطي يعني على الاقل نشوف مباراه جيده. احنا مش هنقول ممتازه، بس انا دلوقتي بقول لك المباراه دي سيئه. انت مبسوط وانا بقول لك الاهلي كان بيلعب مباراه سيئه. انت مبسوط؟ انت مش مبسوط كهلاوي، انت بالعكس هتحزن. فانا طالع اوضح لك ان الاهلي النهارده كان سيء جدا. مصرية للاتصالات اداء الفريق كان عالي، رتم المباراه كان عالي، وضيعوا اهداف كتير. وكمان من ضمن يعني اثبات او مرجع لكلامي الهدفين دول دخلوا ازاي؟ هدفين. يعني انا بقول لك هدفين. هل من حارس المرمى؟ لا، من مشاكل في الدفاع على مشاكل الهجوم. اللي بيهجم مش عارف يرجع يعمل ادوار دفاعيه بشكل جيد وبشكل مناسب. خط الوسط مهزوز. اللعيبه يعني تحس انها مش فاهمه بعضها. حسين الشحات مع عمر كمال مع طاهر مع اللعيبه الشباب الجديده، تحس ان هم مش فاهمين بعض. طب ما كانوش بيعملوا بروفا، بيلعبوا ماتش و2 مع بعض عشان ياخدوا على بعض، على اداء بعض. يعني ما فيش تدريب. مباراه يعني سيئه جدا للنادي. الماتش ده كان للنادي الاهلي بس بصراحه، واداء ما شاء الله ولا قوه الا بالله لفريق المصرية للاتصالات. يستحقوا الفوز على النادي الاهلي بسبب الاداء، مش بسبب حاجه تانية. دايما الاداء المميز يشفع لاي فريق. انا كنت ممكن اتكلم مثلا على عناصر واخطاء، ولكن انا لا هتكلم على عناصر لاعب فلاني ولاعب فلاني ولاعب، لا، انا هتكلم على الاخطاء. حسين الشحات مش حسين الشحات. عذرا. حسين الشحات بيبقى اداؤه رائع ممتاز مع الفريق الاساسي مع حبايبه. اما مع الفرقه البديله او الفريق الثاني اللي هم احيانا بينزلوا يلعبوا مع الاساسي، اداؤه سيء جدا. اداؤه مش باين في الملعب. مباراه سيئه جدا للنادي الاهلي. وهارد لك، ما تنساش تعمل لايك لاخوك عمر واشتراك.